البوزلوف إذا ذكرنا. بالضبط، هو المفترض انه صح البوزلوف. والاكله هذه مشاهدينا طبعا يتم طهيها على الجمر مع اضفاء طبعا مختلف التوابل عليها، راح نتعرف عليها اكثر في التقرير التالي. رؤوس الشاة هذه لا يستغني عنها الجزائريون في الكثير من الأحيان عند تقطيع أجزاء الخروف، فهم يجتهدون ويكدون لتحضير طبق البوزلوف. يتم تشويط أي شوي رأس الشاة بواسطة النار إلى أن يصبح متفحما، ومن ثم تنظيفه بالماء الساخن لإزالة جميع الشوائب منها. يقطع رأس الشاة إلى قسمين من أجل حشوه بمجموعة من التوابل كالقزبر والفلفل الأسود والأحمر والكمون والثوم، ودهنه بالزبدة البلدية، على أن يتم تزيينه بباقة من البقدونس لإضفاء النكهات عليها. يتم لف رأس الشاة في ورق الألمنيوم وطهيه على الجمر لمدة نصف ساعة فقط، إلى أن تنبعث منه رائحة الشواء المميزة والخاصة بطبق البوزلوف، الذي يحظى بشعبية واسعة لدى الجزائريين، إذ يتناولونه عن طريق تقطيعه بواسطة الأيدي. بوزلوف كي فوق الجمر يجي مليح، مش كيما يطيب في الفور، كي فوق الجمر كيداو مليح، كي فوق الجمر يجي طيب مليح. الشحمه تاعو تروح فوق الجمر، ما تبقاش فيه الشحمه، وعلى الناس يشتيوه بوزلوف على جال الشحمه ما تبقاش فيه. احنا هنا الشاويه دائما نديو بوزلوف على حسب يتبع للجمر، ونديو للعائله كامله، وما في العائله بعد نخدموه في الدار، بعد ما في الدار بعد نخدموه. العامل الايجابي في الاكله هذه انه القاسي والداني يعلم قيمه المواشي الجزائريه. لحم الجزائري عنده جوده عالميه معروف. البوزلوف هي إحدى تقاليد الطبخ العريقة عند الجزائريين التي توارثوها عن أجدادهم منذ عقود طويلة، ولكنهم بقدر ما يسعون للحفاظ على خصوصيته بقدر ما يعملون على تلقين أبجديات تحضير هذا الطبق الشعبي. رفيق بخوش، وصباح الخير يا عرب، مدينة أم البواقي، شرقي الجزائر. يعني رفيق باكوش مديون لخالد بعزيمة. يعني التقرير السابق كان بلس 18 وكان لازم نحط تنويه عشان القلوب يعني الرحيمة. بس عادي، بس في اشياء احنا ما نشوفها، يعني ناكلها بس ما نشوف كيف يتم ذبحها وسلخها ثم طهيها، ولكن هي شفناها على الهواء يعني بالضبط. بحري شفنا كل شيء عادي، مو مشكلة. على العموم مشاهدينا باكا باكا تذكرين درب الزلك باكا ايام قبل سووا مشروع قال بس ما نقدر نكتب باكا، شو نكتب باكا، كنسلوا المشروع. للي ما سأل ما يعرف الباكا